تعالوا بقى نعمل تحلية سريعة وجميلة وكمان اقتصادية جدا جدا، مش مكلفة خالص، بمكونات بسيطة وطعمها بجد حلو قوي. هتعجبكم وهتعجب اي حد يدوقها وهيسألكم كمان عملتوها ازاي. عايزه اقول لكم ان انا من حلاوتها اكلت طبقين وانا بصور، وكمان ما كنتش لسه حطيتها في التلاجة، انا سبتها بس تهدى عشان احطها في التلاجة وصورت على طول واكلت منها زي ما انتوا شايفينها، بجد تحفة وكريمي ولذيذة جدا. لو دي اول مرة تشوفوني، انا اميرة بكري، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. اول حاجة عندي كوباية من العنب، تمام، فصصته وغسلته كويس وضفت عليها كمان كوباية من السكر. وكان عندي شربات وده مش ضروري يعني، ده اختياري، ضفت شوية كده يعني ربع كوباية صغيرة. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس. في الوقت ده انا بكون معلية النار، واول ما يبتدي يغلي معايا ههدي النار وهسيبه بقى لحد ما العنب ده يتكرمل معايا ويبقى عامل كده زي المربى. تمام، لما بيغلي كده بقى هبدأ اخلي النار تكون متوسطة، وكل شوية بقى اتابعه، كل شوية اقلب لحد ما العنب يتكرمل معايا خالص والاقيها بقت مربى معايا. تمام، وهاخد بقى اعمل له اختبار كده، هاخد شوية واحطهم في طبق واستنى يبردوا، وهعمل خط بايدي في نصهم كده. لو ما نزلوش على بعض بسرعة يبقى كده تمام، جهزت معايا زي ما انتوا شايفين كده، بس الطبق كان شفاف. خلاص كده، اول ما خلاص اتاكدت ان هي تمام هبتدي بقى اعصر عليها نص ليمونه واديها تقليبه، هتغلي غلوه كمان وخلاص هقفل عليها بقى واسيبها على جنب تبرد. معايا لتر من الحليب، هضيف عليه 4 معالق كبار من الدقيق ومعلقتين من النشا، وهضيف عليهم كمان نص معلقه صغيره من الفانيليا الخام البودر من غير سكر. تمام، دي مش اكياس زي ما قلت لكم قبل كده، بحب اضيف الحلويات بتاعتي في انواع حاجات بضيف لها الفانيليا السايله، في حاجات ما بحبش احط لها الفانيليا السايله، بجيب فانيليا خام بودر من غير سكر من عند العطار. تمام كده، هبتدي بقى بعد ما قلبت والدقيق اختفى معايا خالص هضيف السكر بتاعي وهظبطه بقى تظبيط السكر طبعا حسب رغبتك، وهقلب برضو لحد ما السكر يدوب. وبعد كده هجيب حله تانية واقسم بقى الخليط بتاعي ده في الحلتين. انا هقسم الخليط بتاعي يعني نص في الحله دي ونص في الحله دي بشكل متساوي. ظبطي بقى الكميه على قد ما تقدري. وهبتدي بقى في حله منهم هضيف معلقتين كبار من الكاكاو، انا استخدمت كاكاو اسباني، وهبتدي اقلب برضو لحد ما الكاكاو بتاعي يختفي تماما. وبعدين بقى هاخد الحله بتاعتي وهرفعها على النار. اهم حاجه هقلب بشكل مستمر لحد ما القوام يبتدي يتقل معايا، واول ما يبتدي ويغلي زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هسيبه برضو يغلي علشان خاطر طعم الدقيق والنشا يروح منه كده وياخد طعم الكاكاو. هضيف بقى معلقه كبيره من القشطه وهقلب لحد ما تختفي تماما. القشطه بتديني طعم حلو جدا، عشان الكاكاو بتاعي كمان اسباني فلونه غامق فهتفتح اللون سنه، وبتخلي الطعم كريمي كده وجميل جدا. هقلب تماما لحد ما القشطه تختفي، وزي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعنا حلو قوي. تمام، هجيب بقى الخليط بتاعي ده وهكون مجهزة عندي الأطباق اللي هصب فيها كده، وعندي كمان كوباية حليب عليها معلقة من الكاكاو. وهبتدي بقى أجيب أي نوع بسكوت سادة وهنزله كده في الحليب وبعدين أحطه في الأطباق. تمام كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هحط كمان نص بسكوتة عشان خاطر تكفي كده الطبق معايا. وهكمل الأطباق كلها بنفس الطريقة كده، وبعد كده هبتدي بقى أصب فيها الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. هبتدي اوزعه كده فوق البسكوتة بالشكل ده. هعمل طبقة كده من الشوكولاتة، هعمل كل الاطباق، وبعد كده بقى هبتدي اجيب نص كمية الخليط اللي احنا عملناه اللي هو بالفانيليا. هبتدي بقى اقلب برضو على النار لحد ما القوام يبتدي يتقل، واول ما يتقل كده برضو هسيبه يغلي غلوة كده علشان طعم الدقيق ما يبقاش باين معانا ولا طعم النشا. وزي ما انتوا شايفين اول ما الخليط بتاعي هيغلي معايا كويس كده هبتدي اضيف معلقتين كبار او معلقة على حسب رغبتك بقى من القشطة، وهقلب بقى لحد ما القشطة تختفي معايا ويكون القوام كريمي. تمام كده،
وزي ما انتوا شايفين القوام معانا بقى كريمي ازاي. هنبتدي بقى نصب في الاطباق بتاعتنا، نعمل طبقة تانية فوق طبقة الشوكولاتة اللي احنا عملناها. هنصب في كل الاطباق بتاعتنا، سهلة جدا، وعايزة اقولك ان هي مش مكلفة خالص، وتحلية باردة وسريعة جدا. تمام، خلصنا الاطباق بتاعتنا كلها بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفين، وسيبناها هديت شوية. وهنا ده العنب اللي احنا جهزناه مع بعض، شايفين بقى العنب مع صوص كده خطير، طعمه تحفة. عايزة اقول لكم ان هو بجد كان رهيب. هنبتدي بقى نحط في كل طبق حبة كده على الوش، وهنبتدي نوزعهم. وعايزه اقولك ان انت ممكن تزينيها باي شكل انت حباه، يعني ممكن تضيفي على الوش مكسرات او جوز الهند، او كمان ممكن سبرينكلز او شوكليت شيبس، ممكن تزينيها باي شكل. بس عايزه اقولك ان العنب ضاف لها شكل حلو قوي وكمان طعم جميل. لو جربتيه بجد، انا اول مره اعمل العنب بالطريقه دي بس عجبني قوي. ممكن كمان تضيفيه لوصفات تانية كتيره. عايزه اقول لكم انا كمان ما كملش العنب معايا، عملت رشيت في طبقين كده على الوش سبرينكلز. عجب الاولاد جدا، سواء اللي بالعنب او بالسبرينكل. عايزه اقول لك ان هو حلو قوي، التحليه كريمي كده وجميله. وعايزه اقول لكم ان انا كده ما كنتش لسه حطيتها في التلاجة، يا دوب بردت وصورت على طول. كمان طعمها حلو قوي والله، لو جربتيها تدعيلي. لو وصلتي معايا لحد هنا وعجبك الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد بقدمه. ولو بتشوفيني على الفيسبوك ما تنسيش الفولو. ولو دي اول مرة تشوفوني، ادخلي القناة او الصفحة على حسب بتشوفوني من فين، على اي منصة للسوشيال ميديا. خدي جولة كده واتفرجي على وصفاتي، هتلاقي حاجات كتير هتعجبك، وصفات اقتصادية ووجبات سريعة، حاجات كتير هتعجبكم. بتمنى دعمكم وبحبكم كلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.